شايفين؟ جميلة خالص خالص، هتعجبكم بجد بجد لو جربتوا طريقتنا في الحلة الواحدة بتاعت الكشري. يا ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو لايك وشير للفيديو. صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض كشري جميل خالص هيعجبكم بكل تكاته. جبنا قطعنا البصل أجنحة زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليهم نشا علشان يقرمش معاك. هنحط معلقتين من النشا ونقلبهم فيهم كويس، وغاليين الزيت كويس خالص، وهنحطهم على النار. تعالوا نشوفوا مع بعض. حطينا الزيت زي ما انتم شايفين غلى كويس تماما، وهنحط عليه البصل اللي احنا قطعناه أجنحة. نحط البصل كتير، زيت كتير علشان يقرمش معاك بسرعة. شايفة؟ احنا حطيناهم مدينة، وهنقلب فيهم ونسيبوهم يحمر مع بعض ونشوف طريقة ازاي. خليكم معايا للنهاية. احنا بنعمل في الصلصة ونخلص الصلصة يروح الحداد منه زي ما انتم شايفين كده. وعملنا العدس، وعاملين حمص من بالليل، سويناه من بالليل، وهنشتغل مع بعض ونشوف. صفينا العدس وخلصنا الصلصة، ونشوف البصل. دلوقتي خلصنا البصل، شايفين؟ عشان يبقى مقرمش، شايفين حركته مقرمش خالص. هنروح نصفيهم وناخد شوية الزيت نحمر بيهم الرز والمكرونة. شايفين صفيناهم، شايفين بيشكلوا ازاي مقرمشين. دلوقتي هنروح ناخد الزيت ونحمر فيه الرز والمكرونة والشعرية، هنعملهم في حلة واحدة. خليكم معايا وشوفوا احنا هنعملهم ازاي. شايفين؟ خلصناهم وحلوين هسه بقرمشين. خدنا الزيت خليناه يغلي على البوتاجاز. شايفة؟ حطينا الزيت، هنحط عليه الرز على طول. نحمر الرز ونحط عليه المكرونة يتحمر معاه برضه والشعرية، ونعملهم في حلة واحدة زي ما انتم شايفين. شايفين؟ قبل ما ياخد اللون ونكون انا هنحط المكرونة عليه عشان يحمر مع بعض. شايفة؟ هنحط كيس ونص. هنحط دلوقتي الشعرية، كسرتها حتت حتت ونخلطها فيه، وغاليين مية في الكتل، ونحط الملح واللي عايزين اللي احنا نحط. ودلوقتي نحط الملح وفلفل اسود ومكعب مرق، وبعدين نحط عليهم المية المغلية زي ما انتم شايفين كده. احنا هنعمل دقة الشطة. حطينا معلقة من الصلصة، وهنحط عليها معلقة من الشطة الحمراء الحراقة زي كده. نقلبهم كويس، نحط عليهم حبة مية قليلة، ونعمل معاكم دقة الثوم بالليمون. نعمل كل حركات الكشري ودقاتها وكل اللي محتاجه الكشري احنا بنعمل. شايفة؟ كده تبقى ايه الدقة الحراقة.
حطي حبة مية قليلين كده عشان ما تبقاش ناهية برضه، وخليهم يغلوا مع بعض وبس كده. لا دي الدقة اللي هي بتعملها المطاعم، هي ده. شايفة؟ دي الزيت بتاعت المطعم بالظبط. احنا خلصنا الرز والمكرونة والمكرونة الاسباجيتا. شايفين جمالها؟ تتعد واحدة كده. شايفة؟ وطابت ومستوية وحلوة خالص وطعمها خطير. شايفة؟ خلصنا الصلصة. لا الشطة بتاعت التوم. هنحط التوم، ما تحطش كتير توم، هما قليلين اهو زي ما انت شايفة كده. دي شطة اللي فيهم، شطة حمراء من التخزين اهي، خزنينها معاهم مش عايزينها. نحط الليمون، تحطي ليمون كتير على البارد من غير ما تعملي على النار ولا اي حاجة. هي كده ليمون معصور، عصرة كد ليمونتين زي ما انت شايفة كده. بقي دقة حلوة وجميلة، تاخدي منها اللي عايزاه كده اهو. حطينا كل المكونات وهنحط الدقة عليهم. شايفين؟ معلقة دقة كده، والدقة دي بتتحط تبع الرغبة، في ناس مش بتحبها. شايفين؟ جميلة خالص خالص، هتعجبكم بجد بجد لو جربتوا طريقتنا في الحلة الواحدة بتاعت الكشري. يا ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو لايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير بإذن الله.